عزيزي المشاهد، سألت نفسك في يوم يعني إيه ثقافة؟ هل هي مجرد معرفة بنسمعها، بنقراها، بنستنتجها، ولا هي عملية أعمق؟ عملية بترتقي بينا، بتشكل شخصياتنا، وبتربي عقولنا على الفهم والتأمل. آراء الناس اختلفت، لكن الأكيد إن أجدادنا المصريين كانوا ليهم رأي تاني تماما في عالمهم المليان بالرموز والأسرار. عبر المصري القديم عن الثقافة بكلمة واحدة بس: سش، واللي معناها ببساطة الكتابة أو الكاتب أو حتى المتعلم والمثقف. من هنا نقدر نفهم رؤيتهم الحقيقية، إن الثقافة عندهم مش رفاهية ولا مجرد هواية، لكنها كانت جوهر الحياة نفسها، أساس التعلم وشروط وجود حضارة. وكل ده ما كانش هيحصل من غير لغة. اللغة اللي كانت المفتاح الأول، واللي علشانها اخترع المصري القديم الكتابة عشان يعرف يتواصل ويسجل ويخلد. تعالوا نرجع قرب الساعة ونرجع بالزمن شوية للقرن الرابع الميلادي. في اللحظة دي كان بيتكتب آخر نص باللغة الهيروغليفية، نقش صغير صامت على جدران معبد في جزيرة فيلة، وتاريخ النقش بيحمل سنة 394 ميلادية. وبكده تسكت الحروف وتغلق الأبواب، واحدة من أقدم اللغات على وجه الأرض. في نفس الوقت تقريبا كان في محاولات متفرقة لفهم اللغة الغامضة دي. القس كليمنت عرف يقرأ شوية حروف، وشارمون حاول هو كمان لكن فشل. وفي القرن الخامس هورا بونون كتب فصل بيشرح فيه جوانب اللغة. أما في القرن 17 كيرشر حاول يفسر بعض الرموز من خلال اللغة القبطية، ووصل لفكرة مهمة جدا: إن القبطية هي آخر تطور للغة الهيروغليفية. لكن رغم المجهودات دي كلها، الحقيقة المؤلمة إن هم ما قدروش يفكوا لغز اللغة ولا يعرفوا طبيعة حروفها، وظلت الهيروغليفية مغلقة صامتة وكأنها سر ما بيتقالش. ومع كل الفشل ده، ممكن تظن عزيزي المشاهد إن المحاولات انتهت، لكن لأ، المحاولات فضلت مستمرة لحد ما حصلت لحظة غيرت كل حاجة. نروح بسرعة للحملة الفرنسية على مصر، اللي رغم أهدافها العسكرية لكنها فتحت أبواب جديدة لفهم حضارتنا، خصوصا بعد إصدار كتاب وصف مصر، اللي كشف للعالم معلومات مذهلة عن تاريخنا القديم. في أغسطس سنة 1799، وفي حين الجنود الفرنسيين بيحفروا خندق عند حصن سان جوليان، اللي هو قلعة قايتباي شرق اسكندرية بحوالي 70 كيلومتر، ظهر قدامهم حجر غريب، قطعة بازلت سوداء طولها حوالي 113 سنتيمتر وعرضها 75.5 سنتيمتر وسمكها 27.5 سنتيمتر، ومكسورة من الأطراف والجزء العلوي. لكن على الرغم من تهشمه اللي على الحجر، كان كفيل إنه يغير التاريخ. أيوة، زي ما توقعته تماما، ده كان حجر رشيد. بعدما اكتشفت حجر رشيد، اتنقلت في البداية لمعهد مصر في القاهرة، وهناك بدأت أولى المحاولات لفهم النقوش اللي عليه. لكن ما طالش الوقت وانتقل حجر لبيت الجنرال مينو، ولما نابليون بونابرت شافه طلب على الفور يتعمل له عدة نسخ تطبع وتنشر في كتاب وصف مصر. لكن المشهد مستمرش كتير. في إطار الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا،
سلمت مجموعة ضخمة من آثارنا للإنجليز، يا حسرتي. ومن بينها حجر رشيد اللي راح في مركب حربية مباشرة إلى لندن، وهناك استقر في المتحف البريطاني، وبقى واحدة من أهم التحف في تاريخ البشرية كلها. الشيء الحقيقي في الحجر إن عليه نص واحد مكتوب ب3 لغات: هيروغليفية 14 سطر، ديموطيقية 32 سطر، يونانية قديمة 54 سطر. الفكرة الأساسية اللي اعتمدت عليها العلماء وقتها هي إن النص في اللغات ال3 مترجم لنفس المعنى. يعني ببساطة نقدر نستخدم اللغة المعروفة في وقتها اليونانية ونقارنها باللغتين المجهولتين، والنص كان مرسوم ديني أقره مجمع الكهنة في منف بمناسبة تتويج الملك بطليموس الخامس، وبيعددوا فيه فضله على المصريين والكهنة، وإنه رمم المعابد والمقاصير وقدم الهدايا، بل وشيد معابد جديدة. لكن رغم بساطة الفكرة فشلت المحاولة الأولى. العلماء قرروا حل مختلف، هيقروا النص كل واحد لوحده، وهيبدأوا باللي يعرفوه، اللغة اليونانية. وفعلا في سنة 1802 ظهرت أول ترجمة إنجليزية للنص، وقريب بعدها ترجم للفرنسية والألمانية. وهنا بدأت تتضح الخطوة الأولى لفك الرموز. الباحثين بارتلمي وجوجنز لاحظوا إن في رموز داخل شكل بيضاوي الخرطوش، واستنتجوا إنها بتحتوي على أسماء ملكية. الدبلوماسي السويدي أكربلاد والفرنسي دي ساسي قدروا يقارنوا النص الديموطيقي بنص آخر، وتوصلوا إن الاسم الملكي هو بطليموس الخامس. مش بس كده، لكنهم كمان قدروا يميزوا كلمتين واضحين: اليونانيين والمعابد، وفهموا أشكال الضمائر في حالتي الجر والملكية. كانت خطوة صغيرة لكن مهمة، وبكده الترس الأول من آلة فك الشفرة بدأ يلف ببطء. بعد ما اشتغلوا على ترجمة النص اليوناني، ظهر على الساحة عالم بريطاني جديد، الفيزيائي توماس يونغ. توماس كان مختلف، قرر يحلل النص من ناحية القيم الصوتية، وبدأ فعلا يحقق نجاح نسبي. قدر يفهم شوية رموز وفك رموز بعض الأسماء، لكنه وقف عند حاجات كتير ما قدرش يفسرها. بس الحاجة اللي أكدها بثقة هي إن الأشكال البيضاوية كانت فعلا بتحتوي على أسماء الملوك. وهنا يبدأ العجلة تدور أسرع. شاب فرنسي اسمه جان فرانسوا شامبليون اتربى على حب الحضارة المصرية، وخصوصا بعد ما شاف شغف أخوه الكبير جاك اللي كان نفسه يكون من علماء الحملة الفرنسية. شامبليون كان بيدور في راسه سؤال واحد، سؤال بسيط لكنه ضخم جدا: هل الكتابة الهيروغليفية مجرد رسومات تصويرية، ولا ممكن تكون حروف صوتية؟ وهل هي حروف هجائية زي لغتنا، ولا مقاطع لفظية؟ بذكاء فطري فهم شامبليون إن مفتاح اللغز هو اللغة القبطية، اللي كانت آخر مراحل تطور اللغة المصرية القديمة. وبالفعل اتعلمها بإتقان، وابتدى يقارن الرموز القديمة بالكلمات القبطية، وعرف إن اللغة الهيروغليفية فيها رموز أكتر من اليونانية، لأنها مش بس صوتية، هي رمزية وصوتية في نفس الوقت. قرر شامبليون يطبق قاعدة على الأسماء الملوك، وبدأ ببطليموس زي ما عمل يونغ،
وكانت قراءاته صحيحة. لكن لحظة الحسم كانت لما طبق نفس القاعدة على اسم كليوباترا الموجود على قاعدة مسلة في فيلة، واللي اتنقلت بعد كده إلى إنجلترا سنة 1819، وبنجاح باهر قرأ الاسم. ومن هنا بدأ شامبليون يفك 79 اسم ملكي ويطور قراءته ويفصل بين الجمل ويشرح قواعد واحدة واحدة. واحدة من اللحظات العظيمة في مسيرته هي لما قرأ اسم رمسيس وفهم إن الاسم معناه ابن الإله رع. ما اكتفاش بكده، ده قرأ أسماء ملوك مصريين وبطالمة وحتى الرومان، وشرح تراكيب الجمل وتعابير كاملة من اللغة المصرية القديمة. شامبليون كان مفتاح حقيقي اللي فتح باب الحضارة الصامتة. من ضمن اكتشافاته إنه راح لإيطاليا عشان يزور متحف تورين اللي بيحتوي على بعض الآثار المصرية القديمة، ومن ضمنهم بردية تورين والتواريخ اللي كانت على البردية، وعرف إن هي بردية هامة جدا لأن عليها أسماء ملوك من الأسرة الأولى وحتى الأسرة ال17 ومدة حكمهم. وللأسف كانت ممزقة 50 قطعة، وعانى الأمرين عشان يرممها تاني وعمل نسخ كتير وساعدته يتعرف أكتر على العلامات الصوتية. وفي معلومة عزيزي المشاهد أثارت ضيق الصراحة لما عرفت إنه زار مصر واكتشف اختفاء بعض الآثار المصرية بسبب إن القنصل درافتي كان بيتاجر فيهم، فقدم طلب لمحمد علي لإنشاء متحف مصري، بس أهمل واتحفظ لحد سنة 1835. وساعتها أمر والي مصر بإنشاء متحف للعناية بالآثار المصرية، وبسبب الراجل ده انكشف الغطاء عن كل غموض الحضارة المصرية، وأصبح سهل علينا نفهم كل بردية وكل نقش. واسمحولي نتحرك بساعة الزمن لورا لسنوات الحضارة المصرية الأولى، سنوات النقش على الصخور القريبة جنوب أدفو. والنقش كان عبارة عن مناظر تعبر عن حيوانات في عملية الصيد، ومش بس كده، تناولت موضوعات تانية تمثل نشاطه في حياته اليومية وبعض من الأحداث التاريخية اللي حضرها. ونقدر نسمي الفترة دي بعصور ما قبل التاريخ. وعلى فكرة النقوش دي ما كانتش على الصخور بس، ولكن على الفخار وبعض الكتل الحجرية الكمثرية ومقابض عاجية صغيرة. ومع نشأة الكتابة بقى سهل على المصري القديم كتابة كل أفكاره، ودي كانت بداية الثقافة الحضارية المصرية. بعض العلماء كتبوا في دراستهم إن نشأة الكتابة كانت في أواخر عام 4000 قبل الميلاد، يعني قبل أهل بلاد النهرين، وتحديدا في الدلتا قبل الأسرة الأولى. والدليل على كده الأواني الفخارية اللي تم اكتشافها وكان منقوش عليها بعض النباتات والحيوانات موجودة في الدلتا، وإن أهل الوجه القبلي اتعلموا الكتابة منهم. المثير للذكر إن النقوشات دي وضحت الخطوات الواسعة اللي أخدها المصري القديم للتقدم، ووصل تقدمه إنه عرف ينظم نقوشاته بحيث تكون أحداث متماسكة متتابعة. ومن هنا نشأت الكتابة التصويرية اللي بيستخدم الصور للتعبير عنها. يبقى إذن المصري القديم في بداياته كان بينقش الأسماء والصفات، أما الأحداث فكان بيرسمها. ومع بداية الأسرة الأولى المصري القديم أضاف لعلاماته 53 علامة بتستخدم للأسماء والألقاب والمواد، زي الحفائر اللي وجدت في حلوان للأسرة الأولى مكتوب على الأواني الفخارية
اسم المادة اللي بداخلها. يعني نقدر نقول إن الحضارة ما بقتش مجرد تماثيل ومقابر، بقت صوت بيتكلم من قلب الماضي. والمعرفة هو الجسر اللي بيربطنا بجذورنا، وكل مرة بنقرأ نص مصري قديم احنا في الحقيقة بنقرأ حكايتنا. لو عجبتك الحلقة دي، حبا وتشجيعا منك ما تنساش تشاركها مع حد بيحب التاريخ، واشترك في القناة عشان تتابع باقي رحلتنا مع الحضارة المصرية القديمة. أشوفكم في الحلقة الجاية، وساعتها هنكمل مع بعض كشف أسرار تانية من أرض أجداد. وزي كل مرة هسألك، عرفت؟